تخيل انك محكوم عليك بالسجن المؤبد، خلاص انتهيت، بس فجأة القدر بيرميك في لحظة بتخليك تطلب طلب ولا ضابط ولا قانون في الدنيا يقبله. تخيل تطلب تطلع يوم واحد من السجن بس علشان تودع مراتك وهي بتموت، وتخيل الضابط يوافق ويسيبك تمشي في الشارع لوحدك من غير حراسة من غير ضمان، بس بكلمة شرف. أنا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. سالم عبد الرحمن قاتل، بس لما طلب يشوف مراته قبل ما تموت ما حاولش يهرب، طلب برجاء، ولما الضابط وافق ما طلبش منه بصمة، قال له كلمة شرف هترجع. فيلم كلمة شرف اللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش إن القصة دي مش من خيال فريد شوقي، ده شاف الخبر حقيقي في الجورنال عن سجين في مصر طلب يودع مراته قبل ما تموت وطلبه اترفض. وقتها فريد شوقي قال انا هحكي حكايته، هدفه اننا نسال فين الانسانيه في تنفيذ القانون. فيلم كلمه شرف ما كانش بيتكلم عن الهروب، كان بيتكلم عن الثقه. الضابط هنا ما كانش بيمثل سلطه، هو قرر يراهن على الانسان، وسالم ما خدش الفرصه عشان يحرق، خدها عشان يثبت ان حتى جوه اسوأ لحظه في حياته لسه جوه حاجه اسمها ضمير. الفيلم لما اتعرض فتح نقاشات كبيره جدا في الصحافه والبرلمان وقتها عن شروط الافراج المؤقت لاسباب انسانيه، وفي تقارير بتقول ان الفيلم كان واحد من الاسباب وزاره العدل تراجع لائحه تنفيذ العقوبه. وعندي طلب، لو حصل معاك موقف حسيت فيه انك ما كنتش ملاك بس كنت تستحق فرصه، احكي لي عنه في كومنت، واستنى الحلقات الجايه علشان الفيلم اللي جاي يمكن كان سبب في قانون انقذك، وساعتها يكون واجب عليك تقول للفيلم شكرا. فما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات.